السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا. لم يعد يفصلنا الكثير عن المعركة الأسطورية الطاحنة في الوزن الثقيل لرياضة الكيك بوكسين بين المغربي بدر هاري والإنجليزي جيمس ماكسويني. فهذا النزال هو أحد أعظم الأحداث الرياضية في تاريخ الكيك بوكسين، نزال جديد مليء بالإثارة والتحدي. تابعوا هذا المقطع الشيق لمعرفة جميع التفاصيل حول هذا النزال، تحليل ما قبل النزال، التوقيت والقنوات الناقلة وتوقع الشخصي للفائز في نهاية المقطع. قبل البداية لا أوصيكم وفضلا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدنا، كذلك ضعوا إعجابكم بالمقطع لينتشر بشكل أكبر. بتاريخ 9 سبتمبر المقبل، أي بعد 17 يوم تحديدا، سيكتب تاريخ الكيك بوكسين من جديد، The Golden Boy or the Bad Boy، بمعنى آخر الفتى الذهبي أو الفتى الشقي. بدر هاري صاحب 38 سنة برصيد قتالي 106 انتصار مقابل 17 هزيمة، 92 نزال من هذه الانتصارات فاز فيها بضربات قاضية فتاكة. فهو ليس مقاتل فقط، بل هو فنان داخل حلبة القتال. في نزالاته الشيقة يظهر لنا وكأنه يعزف مقطوعة رياضية متفردة بأوتار من الشجاعة والتحدي، لأنه يمتلك أسلوبا استثنائيا مذهلا، حيث يمجز بين القوة والسرعة والبراعة. بتاريخ 9 سبتمبر المقبل سيواجه البريطاني المخضرم جيمس ماكسويني في نسخة جلوري 88 بمدينة باريس الفرنسية. الأنفاس تشد بقوة حول هذا النزال التاريخي. من سيفوت مشاهدة هذا النزال أكيد أحمق أو مجنون. صدقوني، نحن نعيش التاريخ، فرغم أنه نزال ليس على أي لقب وليس على أي حزام، ولكن التغطية الإعلامية لهذا النزال كبيرة جدا. ما جعل هذا الصيت العالي حول هذا النزال هو عودة بدر هاري للمنافسة على اللقب بعد أن كان قد أعلن بخبر اعتزاله لرياضة الكيك بوكسين. وأجمل ما في الأمر أيضا هو أن البروموترز أو منظمو النزالات استوعبوا جيدا الأخطاء التي فعلوها في الماضي، تعلموا من أخطاء الماضي جيدا. وأكبر خطأ هو تأخير النزالات بين ملاكمين في قمة مستواهما. كثيرا ما شاهدنا نزالا لم يحدث في وقته، على سبيل المثال نزال العودة لبدر هاري ضد بنجامين أديكبوي. لو كان وقع في وقته كما يجب أن يقع لشاهدنا عودة قوية للأسطورة بدر هاري. كان بكل تأكيد سينتقم من خسارته الأولى ضد بنجامين وسيقاتل بدين صافي مركزا على طموحه لا غير، وهو حزام الوزن الثقيل. رأيي حول هذا النزال هو أنه نادرا ما تحدث هذه النوعية من النزالات، لأن ماكسويني ليس ضمن قائمة أفضل 10 مقاتلين من فئة الوزن الثقيل، ونادرا ما نشاهد بدر يواجه مقاتل خارج التصنيف أو غير مصنف. كذلك ما يجعل هذا النزال استثنائيا هو أن بدر هاري مقاتل خارق يمتلك سرعة خيالية. هناك فارق في الطول بينهما، بدر 1.98 سنتيمترا فيما ماكسويني 1.93 سنتيمترا. لكن في عالم الكيك بوكسين تعودنا أنه ليست الأفضلية للأطول أو الأقصر، وإنما الأفضلية تكون للأقوى، وخاصة أن أسلوب بدر يعتمد على تسديد لكمات جانبية قوية، يعني بادي شوتس أو ضربات على الجسم. سيعاني الأمرين ماكسويني من هذا الأمر. بخصوص الروابط المجانية سنقوم بتوفيرها كما وعدناكم على المنتدى الخاص بالقناة. زوروا المنتدى ليلة النزال، ستجدون روابط مجانية للاستمتاع بهذا النزال الذي سبق وقلت لكم أن من سيفوت عليه جزءا كبيرا من تاريخ الكيك بوكسين الحديث. التوقيت تقريبا على الساعة 9 بتوقيت غرينتش. أكيد توقيت النزالات ليس كالرياضات الأخرى ككرة القدم، لا يوجد توقيت محدد، وإنما على حسب إذا كانت هناك ضربات قاضية إلى غير ذلك. لذلك يمكن أن يكون النزال مبكرا أو يمكن أن يتأخر، لكن على العموم سيكون على الساعة 9 مساء. أجيبوني من خلال التعليقات من ترشحون للفوز وكيف ذلك، بدر هاري أو جيمس ماكسويني؟ أنتظر إجابتكم من خلال التعليقات التي أقضي وقتا ممتعا بقراءتها والتفاعل معكم عبرها. قبل نهاية المقطع لا أوصيكم وفضلا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدنا، كذلك ضعوا إعجابكم بالمقطع لينتشر بشكل أكبر. كان معكم محسن، إلى اللقاء.